يا صباح الخير او مساء الورد على حسب ما بتشوفي الفيديو. عاملين ايه كده يا اجمل ناس واجمل اخوات في الدنيا دي كلها؟ عايزين قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا كده نصلي على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الفيديو كده مليان نشاط، وبدأت يومي بدري وفطرت كمان معاكم وحضرت الفطار. فطرت بيض وجبنة وطماطم بقى متقطعة وفلفل وخيار. فطرت، وبعد الفطار كده بساعة قلت كمان نشرب كوباية قهوة. أنا بشرب القهوة بتاعتي في كوباية مش في فنجان. وبعدين بقى دخلنا بقى ايه على التنظيفات بتاعتنا، واليوم بدأ. وبدأت معاكم اليوم بدري، وزي ما قلت لكم احنا كده عايزين كده ستات قمر وعسل. تحدي الكسل، عايزين كل يوم كده نصحى ونتنشط ونبدأ يومنا بدري عشان تخلصوا حاجاتكم بدري. ولو عندكم اي حاجة تقدروا ان انتوا تخلصوها في اليوم الواحد بس يوميا كده، لما تصحي بدري هتلاقي نفسك نشيطة وعندك نشاط وعندك حيوية ان انت تعملي كل حاجة بيتك. صحيت بدري معاكم وبدأت يومي معاكم بأوضة البنات. روقتها وخليتها كده زي الفل. هي كانت محتاجة بس ان هي تتروق. عايزة اقول لكم الأوضة دي محدش بينام فيها. بقى من اول العيد محدش بينام فيها. بنتي كانت عندي ماما يعني او عندي ستها. وبنات الصغيرين طول ما بنتي الكبيرة مش موجودة بيبقوا معايا او بيناموا معايا انا، فالأوضة محدش بينام فيها. طب ايه يا صباح اللي مكركبها كده؟ الاولاد طبعا هم عندهم سنتين وثلاث سنين الصغيرين. عندهم هواية كده ان هم يقعدوا يتنططوا على السرير، يخشوا الاماكن المغلقة، ما بيسيبوش اي مكان في حاله، فبيخشوا يلعبوا هنا، يتنططوا على السرير، معتبرينها بقى النطاطة. المهم ان هم بهدلوا الأوضة، وقلت ان انا اروقها معاكم. فعشان كده ما غيرتش الملايات، لان الملايات من ساعة ما اتفرشت يوم الوقفة وهي نظيفة، محدش نام عليها خالص. فسبتها زي ما هما، ما غيرتهمش. طبعا احنا لو في حد بينام على السراير بتتغير تقريبا كل يومين 3 ايام بالظبط، نغير الملايات ونحط ملايات جديدة. فانا عشان ما حدش نام عليها فروقتها بس كده ورتبتها، ورتبت معاكم الأوضة وكنست. المهم عايزين نتكلم كده مع بعض وانتوا بتتفرجوا على الروتين ده. عايزة اقول كل ست بيت، انت لو عايزة تكوني شطورة في بيتك لازم تصحي بدري. لان يومك فعلا دسم. انا عارفة ان الام والله العظيم بتتعب وبتشقى ومحدش بيقدر. اول حاجة انت بتعملي ايه في يومك او بتعملي ايه في البيت؟ انتوا قاعدين ما بتعملوش حاجة، ايه يعني شوية الاكل والتنظيف. ولكن طبعا الست اللي بتحس بالست اللي زيها تبقى فاهمة وعارفة جدا ان اليوم بيبقى صعب ومضغوط، خصوصا لو معاكي اولاد مثلا ولد او اتنين او تلاتة او اكتر. فطبعا كل ما بيزيد عدد الاطفال كل ما بتزيد المسؤولية والتنظيفات، والام بتبقى مضغوطة جدا. بس انت عشان تظبطي يومك، والله بجد لو صحيتي بدري، وانا كل مره هاكد على الفيديو في من خلال يعني الفيديوهات بتاعتي، كل مره هاكد عليكم الصحيان بدري البركه والله في البكور. كل ما بنصحى بدري كل ما بنخلص تنظيفاتنا بدري ونعمل اكلنا بدري. وكمان لو امكن الغدا كمان يكون بدري، بحيث ان يكون في وقت ما بين النوم وما بين العشاء، عشان الهضم وعشان أولادنا. برضو سوء الهضم والكلام ده بيتعب المعدة وبيسبب ديدان طول ما في أكل ما تهضمش كويس. فلازم برضو عشان صحة ولادنا إن هما لو في طبعا في الغداء أو العشاء لحوم، مش في وجبة الغداء، وجبة العشاء لو فيها لحوم يبقى لازم تكون بدري علشان تتهضم، او ان هي يكون في حركة للاولاد وكده. فلما يجوا يناموا يبقى الاكل الى حد ما اتهضم شوية، لان ما ينفعش ياكلوا لحوم وبعدها بشوية بيناموا، بيحصل زي عفونة في المعدة، ومع مرور الوقت بيحصل ديدان. فطبعا لصحة اولادنا لازم يكون في فرق ما بين العشاء وما بين النوم. ف وانا بدردش كده معاكم شوية، عايزاكم كده تكتبوا لي في الكومنتات قد ايه الفيديوهات بتعجبكم، ويا رب ان انا اكون كده خفيفة على قلوبكم. كل ده عايزاكم تكتبوا لي في الكومنتات، خفيفة عليكم ولا لا؟ الفيديوهات بتعجبكم ولا لا؟ بتتنشطوا اصلا معايا ولا لا؟ لان انا بنزل لكم الفيديوهات وانا ببقى متحمسة جدا والله، وبتشجع اصلا منكم ان انا ببقى عندي تحفيز ان انا اعمل حاجة بيتي معاكم واصورها، ان انا انزلها ليكم. فانتوا بتشجعوني من غير ما تاخدوا بالكم، انتوا كمان بتشجعوني وبتحفزوني، لان انا بحبكم جدا وببقى حابة ان انا اصور ليكم
طبعا ما بيبقاش كل اليوم متصور، احنا عارفين ان اليوم بتاعنا بيكون فيه تنظيفات كتير، ويومنا بيبقى مليان قد ايه. فعلى قد ما بنقدر بنصور الحاجات اللي ممكن من خلالها انتوا كمان تتشجعوا او تتحفزوا لو في حاجة عندكم في البيت عايزة تتعمل. فاكتبوا لي بقى في الكومنتات فعلا بتتحدوا الكسل معايا ولا لا، او بتقوموا بقى تشتغلوا كده. في حاجة في المطبخ اعملوها، في حاجة في الغرف عندكم او في الريسبشن او الصالة عايزة تتعمل، عايزاكوا كده تقوموا تتنشطوا تكنسوا كده وتروقوا وتعملوا كل حاجة كده، عشان احس ان انا فعلا بنزل لكم الفيديوهات زي ما انا بحبكم ومتشجعة بيكم ان انا انزل لكم فيديوهات. عايزة انتوا كمان تتشجعوا بيا، ولو في حاجة ناقصاكم كده تقوموا تعملوها. مع ان انا عارفة ان الستات اللي بتتفرج عليا ستات قمر وستات عسل وانتوا شاطرين من غير اي حاجة، بس احنا بنحفز بعض. ممكن تكونوا انتوا كسلانين وانا متشجعة فانزل الفيديو تقوموا تتنشطوا، وممكن العكس، انا ممكن اكون مكسلة على شغل البيت، ولكن حبي ليكم هو اللي هيخليني ان انا اقوم اشتغل واكمل واصور كمان ليكم وابقى مبسوطة زي ما انا كده مبسوطة وانا بصور وانا بتكلم معاكم. يا رب كده يكون كلامي خفيف عليكم وتكتبوا لي في الكومنتات. كمان حاجة حلوة أوي عايزة أقولها لكم بجد، المواظبة في الصلاة بتفرق كتير أوي. يعني بتخلي الإنسان في يومه سعيد أو مبسوط أو مستبشر خير. إن يعني اليوم حلو لما بيكون إحنا بنرضي ربنا ومن جوانا كمان راضيين إن إحنا بنرضي ربنا ومبسوطين وفرحانين بنقضي الصلاة، بندعي، بنستغفر، يعني كل الحاجات دي بتقرب من ربنا وبتخلي الإنسان من جواه مرتاح نفسيا. فاليوم بيبقى مليان بركة. يعني احنا لما نصحى بدري ونهتم ان احنا نرضي ربنا ونصلي وندعي، بنحس من جوانا ان احنا مرتاحين نفسيا وقريبين من ربنا. فهنا انا كنت عايزه اقول لكم ان انا خلصت الاوضه، رتبتها ورتبت كل الكركبه اللي كانت على المكتب، وكمان ده كان الشكل النهائي. وفتحت معاكم الشباك للتهويه، ما فتحتوش ليه معاكم من الاول علشان الاضاءه بتعكس شويه التصوير، فقلت بعد ما اخلص افتح الشباك بقى واسيبه يهوي، ايه الاوضه خلاص هتكون خلصت. فهنا دخلت كمان على الطرقه، هنكنسها برضو مع بعض وهنرتبها وهنفض السجاد ونفرش كده على نظافة. والوزرة اللي هي بتاعت الطرقة كلها كانت محتاجة بصراحة مليانة تراب، وكانت كمان تحس ان هي مبقعة كده. فجبت معايا الفوطة القطن دي، فوطة مخصصة للمسح وكده، سايباها للحاجات دي. فجبتها ورغيتها مية. طبعا تقدروا تعملوها بأي حاجة، يعني ممكن أنا عملتها مثلا بمية وكلوروكس، ومسكت الوزرة قعدت امسح فيها. تشوفوا دلوقتي انتوا تقدروا برضو بتعملوا الوزرة او الحيطة او اي حاجة بصابون عادي، باريال، بصابون المواعين، بكلوروكس الوان، زي ما انتوا عايزين. فانا هعملها معاكم دلوقتي. وكمان هنا زي ما انتوا شايفين نفضت السجاد، وكمان هنا كنست ولميت الزبالة. انا كنت يعني عملت الصالة قبل ما ابدأ معاكم الأوضة وكده، بس لقيت الفيديو هيكون طويل فقلت استكفى. يعني ايه، على قد ما بقدر بصور، وعلى قد ما بقدر مش كل حاجة بصورها معاكم علشان الفيديو مبقاش طويل عليكم. يعني انا لو عملت كل حاجة فعلا بنسبة 100% معاكم انتوا هتزهقوا مني، وانا مش عايزة كده. انتوا لو حابين ان انا انزل الفيديو كامل من اول ما بصحى لحد ما بنام، والاكل وباقي التنظيفات وجزء من يومي وجزء مع اولادي، كل ده تقدروا تكتبوه في الكومنتات وانا معاكم طبعا. بس انا ما برضاش ان انا اطول عليكم، فانتوا لو حابين اكتبوا لي. فانا كنت مروقه الريسبشن ومظبطاه، وقلت بقى ابدا معاكم من هنا. فعملت اوضه البنات معاكم، وكمان دخلت على الطرقه زي ما انتوا شفتوا. وهنا كنت بمسح المرايه، مسحتها، وكمان مسحت الجزامه وفرشت المفرش. وهنا بقى زي ما قلت لكم الوزره دي كانت وسخه جدا، عملتها وبقت زي الفل. تقدروا اي حاجه في الحيطه او الوزره وكده تعملوها بنفس الطريقه. اي كلوروكس او اي مسحوقه عندك مع شويه ميه وخل، وتعصري اي حاجه معاكي، فوطه او اي حاجه مخصصه للمسح وكده بتاع الحيطان. يعني يعني تعصروها بس مش عصره جامده، اللي هو تسيبوا فيها شويه مبلوله كده عشان تقدروا لما تمسحوا بيها تطلع معاكم الوساخه او اي اتربه او اي اتساخات او حاجات زي كده.
هنا كنت خلصت الوزرة ورجعت، كنست، يعني فرشت السجاد، كنت نفضته ورجعته بقى ايه على النظافة كده. بصوا الطرقة بقت زي العسل. هوريها معاكم هنا. هنا في يعني على ايدي اليمين في طرقة صغيرة تاني. فانا عشان ما اصورش معاكم الاتنين نفس اللي عملت معاكم هنا في الطرقة اللي انتوا شفتوها معايا، هو نفس اللي انا عملته هنا، وده كان الشكل النهائي بتاعي. دخلت هنا كمان على المراية بتاعة الحمام، برضو كانت عايزة تتمسح، مسحتها وخليتها بتلمع وخليت المراية نظيفة، لان هي كانت برضو عليها مطرح الايادي من الاولاد، فكانت متسخة جدا او وسخة جدا، فعملت المراية برضو معاكم. وهنا ناحية الكوبس بتاع الكهرباء زي ما احنا شايفين كان غامق، كان سواد، كان سواد بمعنى كلمة سواد. ده من مطرح الايادي، كل شوية نفتح النور او نقفل، والحيطة لقيتها شوية كده محتاجة مسحة. فبعد ما عملت حوالين الكوبس كده مسكت الحيطة برضو، الحاجات اللي قابلتني عملتها، فأصبح الجزء اللي جنب الباب ده نظيف جدا جدا، والوساخة اللي كانت فيه طلعت. طبعا هنا الحيطة علشان اللي هي الحيطة اللي بتتغسل، ما ينفعش نعمل كده في حيطة ما بتتغسلش، لأن النقاشة أو البياض أو الدهان هيطلع. لازم نكون متأكدين إن الدهان بتاعنا اللي هو بيتغسل. تمام. دخلت معاكم هنا بقى على جزء المطبخ. انا عارفة ان البوتاجاز محتاج غسلة عميقة من ناحية البوتاجاز نفسه، الاستانلس والمراية وحوالين الاستانلس والفرن وكل حاجة، البوتاجاز عندي نظيف، ولكن عايز غسلة عميقة اللي هي العيون عايزة تتشال خالص ويتعمل تحتيها والعيون نفسها وكده. بس نظرا ان انا كنت مستعجلة، وبقالي فترة اصلا كنت تعبانة ونفسيا تعبانة، اللي هو بعمل الحاجة وانا يعني من جوايا تعبانة نفسيا، ان انا مش عايزة اتك على نفسي ولا اتك على الحاجة اللي بعملها. فلازم الفترة اللي جاية ان انا اعمل تنظيف عميق للعيون نفسها، وان شاء الله ده هنشوفه مع بعض الفترة اللي جاية. فانا عملت معاكم هنا البوتاجاز، عملت المراية او الازاز بتاع البوتاجاز، وكمان عملت الاستانلس كله والعيون برضو زي ما احنا شفنا. بس العيون نفسها فعلا والله محتاجة ان هي تتعمل، انا يعني بعترف بده وبقول ده. احنا اكيد بيمر عليكم وقت بيبقى فيه كسل، او وقت تعبانين نفسيا وزهقانين من حاجة معينة، او في ظروف معينة بتمروا بيها، فبيحصل خلال الظروف دي يعني كسل من ناحية حاجة معينة او تأثير في التنظيف في جزء معين. بس بيجي بعد كده ان احنا لما بنتشجع ونتحمس ونتحفز تاني الحاجة اللي احنا مقصرين فيها بنعملها. فهو الجزء ده فعلا بتاع العيون محتاج ان بعد كده اعمله. ما كانش كده خالص، انا ما اعرفش الفتره اللي فاتت الضغط النفسي اللي كنت فيه او في ظروف معينه مريت بيها فاثرت معايا في شويه حاجات. بس اوعدكم ان انا اعمل ده الفتره اللي جايه معاكم برضو. ولو من ضمن الروتين اليوم هنرجع نأكد تاني من التنظيفات اليوميه، لازم نعمل قعده الحمام والمرايه، وطبعا نمسح الارض بعد التنظيف. فده عملت معاكم. يا رب يكون الفيديو يعني عجبكم، ومن خلاله اتحفزتوا او اتنشطتوا. بكده يكون انتهى الفيديو معاكم. استنوني ان شاء الله في فيديوهات جديدة بروتينات جديد بيوم جديد. اتمنى اكون خفيفة على قلوبكم. ما تنسوش اختكم في الاشتراك واللايك على الفيديو، علشان انتوا لما تخشوا القناة هتنوروني وهتشرفوني وهتخلوني اسعد انسانة في الدنيا بوجودكم معايا. واللايك طبعا عشان الفيديو يتشاف يا حبايبي، وهكون سعيدة بيه والله. وشكرا لكم جدا، واستنوا كمان وصفات أكل إن شاء الله تنزل لكم برضه على القناة. فأتمنى أن تكون كل الفيديوهات بتعجبكم، وانتظروني لو في أي فيديوهات انتوا حابين تشوفوها، حتى لو جولات أو فلوجات أو أي حاجة اكتبوا لي في الكومنتات، وأنا طبعا معاكم وعنيا ليكم. ويا رب كده أشوفكم في صحة دايمة وراحة بال وستر وكل حاجة طيبة. بص انا هوريكم دلوقتي، انا كل ده بعمل في الحمام. هوريكم دلوقتي برضو حاجة. احنا يا جماعة بعد ما خلصت القعدة وكده، انا رحت عملت قبلها كنت عاملة المراية بالحوض بتاع الوش، والجزء ده اتحذف. وبعد كده دخلت على القعدة زي ما انتوا شايفين، وبعد كده مسحت الارض. فالجزء ده اللي هو اتكلمت عنه ده محذوف. بس هوريكم جزء في النهاية كده ان القعدة يعني بعد ما خلصت القعدة، بصوا ده الشكل النهائي للمراية والحوض. وشكرا لكم والسلام عليكم.